وعليكم السلام. هلا سارة، شلونك؟ شخبارك؟ شنو شخبارك؟ تمام الحمد لله. شو أخبارك؟ الحمد لله. انت صوتي شخبارك ان شاء واضح؟ الله؟ اي واضح تمام الحمد لله. الحمد لله. تسلمين على اللايكات ريري. شلونك؟ شخبارك؟ ان شاء الله بخير. الحمد لله بخير، إذا أنتم بخير أنا بخير. بخير احنا، اذا انت بخير. هاي صوت منو؟ شنو غير صوتك؟ شنو صوت منو؟ لا العقل خش بالشماعة من يا اخي. نور القاست. شكرا بنوركم. اي صار ذاك اليوم سمعت هاي القصة مالتك سروش مال الخطيب. دمعت عين اول ما سمعتها. والله يا مو عيني. شقة يعني تقول احساس صار وياها. حسيت حالي بفيلم تركي. انت صدق هي صار له انه هيك؟ هو صار بس إنه ما كنت مهتمة. هو خلاص صحيح صار يعني اكو سنين. هيك شيء لو هيك انه قصة يعني تأليف، لو انه صدق هيك اكو؟ لا والله صارت بس قبل سنين. ومختصر هاي القصة، ها؟ مختصر الحقيقي مال هاي القصة. ما أسمعك يقطع الصوت. مختصر هاي القصة شنو؟ ولازم هاي بالعكس. الو؟ إلما أنت سمعيني؟ تدور القصص القديمة إيه أسمعك ما لا أحكيها. هيك اتأكد تولي. يعني. تستضيفني ولا اروح اندفس؟ ما اعرف شنو يعني اندفس. اندفس. المهم سروش منورة وفتحي موضوع او شي. طلعني قيت صاعدة وساكتة. يلا أنت قل موضوع وأنا أحكي وياك. توني قاعدة بعدي نعسانة، بس كنت أصعد وياك قست لأول مرة. تمام. ممكن اصعد كيس تغني ورا البنت. موضوع. جاب موضوع ببالي. هيك سؤال يلا. صغير. إيه. ليش اذا مثلا الناس اذا شافت واحد، انه خاصة بالعراق تحديدا، بالعراق اذا شافت واحد هيك قاعد وساكت وما مسوي شيء يعني يتونس يضحك ويشاقه، رأسا يحجون عليه يطلعون يمكن 100,000 شغل عليه. مستحيل. يعني شلون اوصف لك؟ مثلا الناس احنا فاضية. العراقيين إيه. اذا واحد قاعد بصف بيت الله يطلب إيه. حسنات يقولون هذا عنده مصلحة ويا بيت الله. ليش قاعد يم بيت الله؟ هيج تفكيرنا الكل صاير. مو بس ويج مو بس العراقيين. والاكثر يجون يغلطون يعني. لا والله بس احنا العراقيين اكثر شيء هيج. لا والله والاكثر لا، كل مكان. لا غيث والله العظيم انه انت ما مسوي لهم شيء، انت قاعد تتونس. انه هاي واحد صارت بيه. والله لا مأذي واحد اصلا انه منزلين باليوتيوب مقاطع وما ادري شنو، والقران ما اعرف منه ولا اعرف منه اصلا منزلهم ولا اعرف انه منه مسويهم. أنا لقيت غلط ومن شنو قبل كم يوم دخلت. لان السبب شنو؟ انه انا ما متقرب لك تنزل سب ناس وما ادري شنو فاضية ما عندها سالفة، ولا لو عندها سالفة ما تقعد يعني تطالع البث مالتك وبعدين تنزله على اليوتيوب. أنا نفس الحالة كنت أبث وهم طلعوا على اليوتيوب، صارت مشكلة وطلعوا على اليوتيوب. زين واحد العقل انه واحد يشوف واحد متونس، انه واحد مثلا شايفه من واحد يرجع من الشغل تعبان يغير. اي والله العظيم واحد يرجع من الشغل تعبان وضايج، واتحدى بالعراق واحد يقول لك مكان نروح لنتونس به، إيه. انه الباقيين مسافرين يقدرون يطلعون. بس بالعراق وين واحد يروح؟ جديات والله انه تجي للعراق مستحيل تلقى شيء تتونس به. يعني متعود بغداد كلها تفرها نفس الشيء، ما راح يتغير بها شيء وتخاف تطلع اصلا. إيه. من يشوفون واحد هيك يضحك ويساقه شاف شيء جديد يضحك ويتونس به. يعني لو يجي الحمزه يصير براسنا خيار اذا نبقى هيك. أقول لك ليش؟ أمم. إذا عنك أنت مضغوطين لين تقعد على الصفح وتبين غمازاتك. اويلي هسه انا صدق ذاك اليوم صرت هيجي من هاي الجهه. وقمت والله حتى من اضحك اروح هيجي، خاف يقولون عمار قاعد يضحك ويطلع الغمازه لو شيء. لا طلع غمازات قمت اسوي هيجي. لو هو اضحك أنت اروح هيجي. معروف
كل ما يحجون يقول أي عمار يقولون هذا اللي يوقف صفح ويبين هسه انا غمازات عدل البنات. وقمت اروح من اضحك اروح هيجي والله لو اروح من هاي الجهه زين شلون والحل؟ الناس عادي. يريدون أي سالفة يحجون عنها فعاد طنش. انا ما مهتم لاحد والله ولا ببالي اي إيه. احد، بس هيك انه وترى بس مو بس مجرد العراق، يعني للضحك. بكل مجتمع موجود، حتى عندنا هنا باستراليا هم نفس الحالة. لا صح شوفي، أقل بس نفس الحالة. بس مو الاستراليين اكو شيء تطور. احنا العراقيين قلت لك بينا طبع لازم نحكي، من عوف واحد وسالم مستحيل. نبي نشوف جمال العراق. بعد شنو بشنو نسولف على الأوضاع؟ ملوا الناس شو يدورون واحد فلان يحكي علان. مو صحيح. الله يستر والله يحفظهم. الله يهدي الجميع. أنا واحدة من الناس، ليش نكذب؟ إحنا من الناس اللي إذا صار موضوع على شخص إحنا ما نحب من شكل من أي شيء هم نحكي عليه. مو صحيح. الكل بيها طبع هيك. بس هذا تبي هاي الشغله انه ليش بدمنا. واحد ما مسوي لك شيء ليش تحكي عليه؟ زين ما يخالف. هسه صدق مثلا اكو البنات خل تحكي، بنيه ما تقدر واحد يسوي لها شيء. أي. انه لا ترى البنات الرجال بطلان يحكون كثر الزلم، هسه الزلم بالضبط صاروا والله اي يحجون. صاروا الزلم يحكي. انت تريد تحكي علي ليش ما تجيب اذا تاخذ زلمه وصدق اكو خيتك تعال قبالي عمار انت هيك احكي، مو يجي ورا الكيبورد لازم هاي التليفون سطر فشار وهو ما راح اغلط ابن كيبورد الطوط واريورز ياخذ يسموهن. مصرف من بابا وماما. ريري يا جمال. أنا من الناس اللي كنت ماخذ نظرة على عمار، بس من التابعة فرق. إحنا عجولين بالقرار. إحنا مجتمع نحب إن نخلي فد judgment على شخص بدون ما نعرفه. يعني من بغداد شارع فلسطين مقابيل مول النخيل هيك بالوجه خاف واحد يريد يجي يسلم شيء يا يعزمني رقم على بيتك. عصير. كيفكم؟ هذا وين منطقة نخصف صديقي. هذا والله مو تمام. بس لحظة هسه نغير ماشي شوي. أمور. منورة سروش عندش موضوع تحكي بيه لو شنو؟ لأنه خير راح تغني. لا ما عندي. صعد نعم، سوران نعم، صوته نعم. حلو خليه يغني. تمام. ماشي. أنا بعد كل ما أشوفك أتذكر هاي الموقف بقى ببالي صدفة دخلت وشفت والله. قصة حزينة. صدق حزينة. لا تدري أقول لك شيء، أكون صريحة وياك. هي أنا لما طلعت قلت شوية بنية كيوت أحكي ألفتي وياها. بعدين شفت ديكا هاي من كيوت. أول ما إنه كيوت تحكي وشي، قلت خلي أطلع وياك قاس. شوف ما طلعت قلي لي موقف. قلت شو حكيتي لها ذاك الموقف؟ الموقف خطر. طيتي يا شكلها بالقصة. بالموقف. يا بالقصة ألفت لي على مكان وطيت إياه. كيوت. امهات اللبلبي صايرات كيوت. كيوت مو نفسكم انتم يعني. لما نقول كيوت عادة ذا احكي على البنية. انت تقولي لها كيوت، هي احنا مو كيوت، احنا وجه كيوت هن كيوت. ماشي العد. انا انزل وصعد سوران او اي شخص يريد قاست. فرصة سعيدة. انا لا سعد سروش وعلى راسي وبعد لا توقف صفح وطلع غمازاتك. اي هي هاي قمت والله حتى بنضحك اروح هيجي طلع مني تجارة اختل. انا لو عد غمازات كان اصلا لا اطلع صفح ولا شيء، اظل قبال الكاميرا بدون غمازات كنت اطلع واروح وجهي. هيجي من هاي الجهة ما حد يشوف، لا يشوفني اضحك ولا شيء، احسن هيك منا ومنا اسوي لهم حركات. ماشي شكرا. يلا راح ادفرج. نورتي سروج خيتي خلي وعلى درج. راسي. لا بدون درج. بعد روح نزلي يلا نزلي.